السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم خامة من خامات قماش التنجيد. هوريكم السادة والمشجر اللي بينزل معاها. الخامة دي احنا شغالين بيها دلوقتي. هوريكم الشغل اللي احنا شغالين فيه حاليا، وكمان هوريكم القماشة بقى عشان تشوفوها من قريب ونتكلم عن تفاصيل القماشة دي. كده عندي القماشة السادة زي ما انتم شايفين كده. القماشة ديت بتبقى كتان داخلها فتلة شانيليا. بس مش الشانيلة المتعارف عليها بتاعت زمان دي، لا حاجة كده انضف. تمام، عشان لو رحنا المحل وقلنا لهم شانيليا هيجيبوا لنا الخامات اللي هي القديمة قوي بتاعت زمان ديت، وبتبقى مش حلوة الصراحة. يعني مش حديثة كده ان احنا نجيبها وتبقى شكلها شيك في الشغل وفي الفرش. تمام، فانا عندي كده الخامة ديت، الخامة كتان وداخلها فتلة شانيليا. الفتلة البيج دي لو انتوا شايفينها كده، البيج الفاتحة خالص دي، هي دي الفتلة الشانيليا. تمام، ادي كده القماشة السادة برضو من قريب اوضح اهي، عشان اللي حابب ينزل يشتري يعرف شكلها من قريب. تمام، وبينزل معاها المشجرات. طبعا بيبقى هي نفس اللون بس التشجيرة مختلفة. يعني عندنا التشجيرة ديت كده، وعندنا التشجيرة دي كده، هي نفس الالوان. تمام، بتمشي مع السادة اهي من بعيد اهي، نفس الالوان بتمشي مع الساده. احنا بقى بنختار، ممكن نجيب الالوان كلها وعايزين نعمل كوشنات بقى، او عايزين نعمل الجسم مثلا الركنه ساده والشلت مشجره. لو عايزين نعمل كده ماشي. عايزين نعمل بقى الكوشنات مشجره والجسم كله بالشلت ساده، يعني على حسب ذوق كل واحد وعلى حسب ايه ارتياح يعني العميل. تمام كده، فعندي القماشه المشجره اهي زي ما انتم شايفين التشجيره بتاعتها عامله ازاي، والارضيه اهيت، والبيج ده اللي احنا قلنا ده الشانيليا، فتلة الشانيليا. تمام، نشوف ظهرها بقى. طبعا مفيش بطانة بقى من ورا هنا. ظهرها عامل ازاي برضو، ظهرها نسيج برضو. تمام كده اهي، بس قماشة حلوة يعني ما شاء الله. تمام، طبعا هوريكم السادة في الشغل اللي احنا شغالين فيه. السادة اللي هي دي، احنا عندنا الجسم كله معمول بالقماش السادة ده. وده هيتعمل منه الكوشانات، يعني حاليا هيشتغل منه الكوشانات. تمام، ودي برضو تعالى اوريكم شكلها من قريب ووريكم الظهر بتاعها اهي، شكلها من قريب. والظهر بتاعها زي ما قلنا ملهوش بطانه، قماشه كلها نسيج في نسيج. تمام، طبعا الأقمشة ديت هنلاقيها مثلا عند نجيب سليم، هنلاقيها في العطارين. في بعض محلات في العطارين، مش كله بينزل الخامات اللي زي ديت. الناس اللي في اسكندرية وعايزين ينزلوا يجيبوها من العطارين ممكن يلاقوها عند الحلو او عند عثمان رشاد. وممكن تكون عند هاي تكس برضو. تمام، وكمان في محل اسمه كنوز بينزل السادة دي وبينزل المشجرات بتاعتها، بس حاليا مش عارفة هتلاقوها موجود ولا لا. انما القماش ده اول ما نزل كان نزل عند كنوز في العطارين. تمام كده، ده بالنسبة للقماش ادي شكله اهوت. وتعالوا اوريكم الشغل اللي احنا شغالين بيه بالقماشة السادة دي. بصوا دي كده كنبة اهي القماشة. تمام، وفي كنبة تانية اهيت بتتشطب حاليا اهيت. طبعا هما شغالين فيها فنايمة على جنبها كده عشان شغالين فيها من التشطيبات بتاعتها. تمام، الظهر بتاعها متقسم زي ما انتم شايفين كده عشان يدي شكل، لان الكنبة ديت مساحتها كبيرة وظهرها آه طويل، فعاملين لها التشييش دوت عشان ايه، يدي شكل في الكنبة. تمام، طبعا لسه الشغل ليه بقية، بس حاليا لسه بيتشطب، فهنصوره لكم ان شاء الله لما يتشطب.
تمام كده. برضو في حاجات زي كده دي تابعه للشغل، كل دوت هنصوره لكم ان شاء الله في فيديو خاص، وهوريكم الشغل كله. بس انا بوريكم القماشه شكلها ايه في التنجيد. بص شكلها بسم الله ما شاء الله، حاجه كده جميله. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. استنوا الفيديوهات الجايه، هيبقى فيها حاجات جميله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه. ما تنسوش كمان تروحوا على قناه زوجي، قناه فنون التنجيد، فيها حاجات جميله كتير، وفيها شرح بالتفصيل بينزل على القناه هناك. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.